والناس مش زي بعضها، ومنصور رمزي عبد الستار يساوي آلاف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان إيه؟ منصور. تريد تقاول الآية على مزاجك يا أبو عبد الله، لا تسرف في القتل. لو على اللي جوايا لكنت قتلت كل كلب فكر مجرد تفكير بس إنه يقتل منصور، مش بس اللي قتله. هذا غل، ما هو بانتقام اللي يخلي أخذك للحق يدخلك في الإثم. جرب تصبر وتحتسب مثل ما أنا سويت لما زوجي قتل أخوي. عايزة تسوي أخوك المتمرد المنشق يا ابن الذكي العبقري. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنا اتظلمت والمنصور كمان اتظلم. مش توقف اللي بتعمله ده وكفايه؟ مش هيحصل. رمزي. نعم. لما أكون بكلم أخويا الصغير يبقى رمزي مش مولاي الخليفة. قطع طريق الحشيش ده هيخليهم في منتهى الشراسة. المنصور يا نمير، فاهم يعني إيه؟ ابني. أيوه بس مش كده. طلبي واضح وبسيط، يسلموني اللي عمل كده نرجع زي ما كنا. خلاص نفتح الباب للتفاوض، انما ما يبقاش كله ضرب 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 كده، وبعدين ده مش في مصلحتنا ولا في مصلحتهم ولا في مصلحة الجهاد. نتقابل على شرطي، مفهوم؟ ساعات وسط جبال الحزن اللي بتحاوط الواحد في الدنيا اللي اختارها بإيمان واقتناع بتظهر حاجة تقلل من الحزن ده. انتي عارفة طبعا انه لا راحة في الدنيا، لكن انا ارتحت لما قريت ايميلك. مش مهم على فكرة مكتوب جوا ايه، الراحة جت لما عرفت انك هناك قاعدة وفاكرة رمزي وبتكتبي له يا منال. أنا في مشواري اللي كتبه ربنا عليا من زمان، من اللحظة اللي اكتشفت فيها دوري في الحياة، مفيش أسهل ولا أجمل من إني أرجع وأعيش وسط أبويا وأمي وإخواتي وأتخلى عن كل حاجة. لو عملت كده هبقى اتخليت عن روحي نفسها، عن سبب وجودي في الحياة. الجهاد في سبيل الله هو اللي بيخلي الجوهر حياتي معنا، ولأنك الشخص الوحيد في الوجود اللي لما بيفتكرني بكون مرتاح ومبسوط. هفضل أقولك ومن قلبي اتقي الله يا منال، في نفسك وفي دينك وفي مظهرك. وبيطمني أمي وهي هتطمن والدي، وسلمي على خالي الطيب والدك وقولي له إن شعرك المكشوف ويزروا عليه وعليكي، ولحد ما يجي اليوم ولعله قريب وتكوني حلالي وتغطي شعرك وتغطى نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك كنت بتحب منصور أكتر مني؟ لا طبعا، لا طبعا يا عبد الله، انتوا الاتنين زي بعض بالظبط. يعني لو أنا اللي اتقتلت كنت هتزعل عليا كده؟ أكيد أكيد طبعا، بعد الشر عنك. أنا زعلان عليه أوي، أنا كنت بحبه. عارف عارف يا حبيبي. هو احنا هنرجع مصر في الآخر؟ أنه آخر يا عبد الله؟ مش عارف بس بسأل. جايز نرجع بعد التمكين. تمكين؟ يعني ايه تمكين؟
يعني ربنا يكرمنا وينصرنا ويمكننا في الأرض، نحكم مصر بشرع الله. ساعتها هنرجع وهتفتح لنا أبوابها. طب ما نرجع دلوقتي، هو مش جدي وجدتي هناك؟ كله بأوانه، كله بأوانه، بس لازم مصر تبقى زي ما احنا عاوزين. وهي مالها دلوقتي؟ ما نرجع دلوقتي. لما هي ترجع لنا الأول، لما مصر ترجع لنا يا عبد الله. الفيوم وابو قتاده، انا لا مؤاخذه من شبرا، يعني اجيبك واوديك. احنا مجاهدين، بس صيع. عايز تبقى خليفه مبايعات؟ قشطه، بس المصالح لازم تمشي يا ابو عبد الله. الحشيش لازم يطلع ويعدي، ما توقفش في النص يا ابو عبد الله. انا لا واقف قدامي روس ولا امريكان، واحنا في الجهاد قدام، وانت على راسي من فوق، وليك السمع والطاعه، وامين. لكن تمنع، هتسمع وتشوف شغل حارة الليالي. خلصت؟ خلصت. أعرف مين اللي قتل المنصور وتسلمهولي، ساعتها بس هفتح الطريق. يا عم سهل، ما تقول كده من الأول. عبد الله. هتفضلي هنا شوية لغاية لما ضميرك يصفى ولسانك ينطق. ساعتها هاجي أنا وعبد الله علشان تقول لنا الحقيقة. هي حقيقة، مو فاهمة. ربنا يرحم المنصور ويصبرني. مش قادر أصدق إن أنا شايف اللي قتله قدامي وقادر أمسك نفسي. سلمي على عبد الله ودعيه. وش يعني أسلم عليه وودعه؟ تريد تتركني هون للأبد؟ أمك يا عبد الله قتلت أخوك المنصور، قتلت ابني، والحكم من قتل يقتل. دي أمي. قتلت أخوك! إيه دليلك؟ قدامك أهي، قوية، وهتقول قتلت ابني ليه؟ قتلت ابني ليه يا أم عبد الله؟ أخذت بثار أخوي، أنت قتلت أخوي وأنا قتلت ولدك، والخالق ما بيني وبينك. شفت قوية ازاي؟ وبتقولها في وشي. قتلت ابني، قتلت أخوك يا عبد الله. لا أمي، لا لا. في نفس المكان اللي قتلت فيه المنصور، هنا بالظبط. أنا بكرهك، بكرهك.
خلافا لما صدر من أوامر شرعية، هذه المرأة شهدت وهي تسير ليلا كشف شعرها. هل فعلت ذلك يا امرأة؟ أيوة. يا لماذا؟ مرة ما عنديش رجال، مين بده يمنعني من الإشي اللي بدي أعمله؟ الشرع، الأحكام. ما حدا له حكم علي غير جوزي. جوزي مات، اتقتل بحروبكم انتو. من أصل عربي؟ عربية. جوزي أجبرني أعيش بين قندهار وكابول، بعدين اتقتل، وهلك بقيت ما عندي لا وطن ولا رجال. وفوق كل هالإشي بدكم تقيموا علي الحد؟ مش إحنا، ده الشرع يا حرة. سميت نفسي حرة. حرة؟ نعم. الحكم بالجلد. جسم الحرة ما يطيق الجلد. طب ونعمل إيه في أحكام الشرع؟ يا ولي الأمر، أنا مسؤولة منك، أنت اللي لازم تكملني وتشوف نقصي. إزاي؟ رجال، كل اللي بدي إياه رجال يحميني. عايزة راجل؟ راجل، لهجتك مصرية حلوة. يا شيخ نمير، إيه حكم الشرع في الست الصعبة دي؟ الجلد هو الحكم المتعارف لمن تخالف من النساء. أيوة، بس دي عندها حجة قوية. حجة؟ أيوة حجة. وأنا ولي الأمر، والست فقدت جوزها وعايزة تتجوز. أنا أحاسبها ولها علينا حقوق. لا ما يصحش يا مولاي. شوف لها راجل. بس راجل يليق بامرأة حادة اللسان. حيعجز، مش حيلاقي يعني بلهجتك المصرية. أنا مرة ما عندي لا كفؤ ولا ند. الزام حدودك يا امرأة. هي دي بقى محدش يقدر عليها غيرك يا شيخ نمير. أنا؟ يا ولي الأمر، يعني هتجبرني على رجال ما بدي إياه؟ طب عايزة مين؟ حرة ما يملى عينها غير مولاي. قلت إيه؟ السيجارة. ربنا نجاك بمعجزة. ايه اللي حصل؟ أبداً، نمت على السرير وصدري كده وكان في سكينة محشورة في المرتبة. مش قادر افهم ولا اتخيل، بس اللي حصل حاجة غريبة. اللي حصل؟ انت محظوظ يا مولاي. متشكر يا دكتور، ألف شكر. اتفضل اتفضل. احنا بقينا لوحدنا، مين اللي حاول يقتلك؟ الغيرة، ملعون أبو غيرة الستات. هو قلت لك مرة واثنين وثلاثة، طلعت غدار. طلقني. اسكتي. ماني ساكتة، هاو قدام الشيخ نمير. يا تطلقني يا والله لو قلت لك. مش هطلقك. طلقها هي ولا هطلقها. تقولها في وجهي يا رمزي. بيه والله جبتها للروح، جبتها للروح. الله 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 الله، خلاص هطلقها. توا. حاضر هطلقها. سيبنا لوحدنا يا شيخ نمير لغايه لما حليمه تخلص عليا ونخلص. لو غرست شويه صغيرين كان زماني ميت دلوقتي وبسكنتك. والبندقية ما هيش باش تخلي يدك تتهز وترمي عليها الطلاق؟ والله يا رمزي باش تخليني نعملها وانا قلت لك. عملت ايه لكل ده؟ غلطت في الشرع ايه علشان تقتليني؟ اسكت ما تقعدش تلف وتدور عليا. حكينا فيه الموضوع قبل وانتهى. وانا اتجوزتها يعني حبا في النساء؟ ده جبر خاطر. أرملة من غير راجل، قلت اتجوزها طمعا في الثواب، استرها، خليها تعيش في ظل راجل، وكمان ممكن ما المسهاش. ليه حنين وقلبك طيب وتجبر بالخواطر. رمزي وليت تستر على الولاية من وقتاش؟ لا نعرف وانت تعرف شنو هي الحاجة الوحيدة اللي تحركك ناحية النسوان، ولا تحب نقولها لك يا رمزي؟ يا باش تطلقها يا والله راني باش نتهور. خلاص هطلقها. ترحلها من كابو الجملة وتزوجها لأي راجل ثاني، وترحلهم إن شاء الله حتى باكستان. احنا مالنا؟ هطلقها وخلاص، تغور مطرح ما هي عايزة. لا يا روحي، انت ممكن تكذب عليا وتقولي طلقتها وهي تبدا قاعدة بجنبك لهنا بالسر.
شبيني ما نعرفكش؟ هاني قلت لك زوجها لأي راجل ثاني وترحلهم الاثنين ونمشي. فهمت ولا ايه؟ كلامي واضح ولا انت تتكلم؟ بس خلاص نزلي البتاع ده بقى لحسن الشيطان يوزك وتدوسي على الزنات. وقت اللي نشوفها بعيني توقت انهار. قلت خلاص هطلقها وهاتي البتاع ده. ايه؟ بطلتي تسمعي الكلام ولا ايه؟ اوعى ولا تقرب مني ولا تكلمني. انا عمري ما هنسى اللي عملته في امي. قتلت اخوك. ما انت قتلت اخوها. دي حاجه ودي حاجه. انت عرفت قتلت مين؟ في الاول قتلت خالي وبسببه مات اخويا، وبسببهم قتلت امي ورميتها للموت. ومش بس كده، انت قتلتني انا كمان. قتلت كل الناس. كل الموت ده بسببك. انا عمري ما هسامحك، عمري ما هسامحك.